مساء الخير يا جماعه. الحقيقه انا عندي مشكله كده كنت عايزه احكيها لكم مع الناس. دايما يقولوا لكم ايه، اصلها بتركز، اصلها بتقارن، وانا على الله حكايتي خالص يعني. والحظ المنيل كان عندي كذا عيد ميلاد في نفس الاسبوع ورا بعض، فانا هحكي لكم بقى ازاي الناس فاكرين ان كل الناس مركزه في حياتهم. خلاص احنا سايبين الكوكب كله وبنبص في حياتهم هم. اول عيد ميلاد رحته كان عيد ميلاد يزن ابن ياسر وامنيه. دخلت هنيت وقدمت الهديه وبصت من هنا وبصت من هنا، وقيت فجاه وانا قاعده عادي جدا مفيش اي حاجه، لقيت ان يزن اللي هو اصغر من ابني شهرين كاملين، مش ده رمح كده، رمح اصغر من ابني بشهرين. انا ابني لسه ما عملش حاجه، انا ابني لسه لما بيسند بيقع. يا ترى مثلا هما بياكلوه ايه؟ مسكت يزن كده وفضلت انفضه يمين وشمال، احاول افهم التركايه فين. لقيت ياسر وامنيه قفشوا قالوا لي ايه ده، ايه شغل المقارنات ده، انت بتقارني الولاد ببعض ليه؟ انا اتصدمت وزعلت. انا بقارنهم ببعض؟ ما انتوا اللي ابنكم اوفر ريتد. تاني عيد ميلاد رحته كان عيد ميلاد سما بنت يوسف ورهف. رحت وسلمت وقدمت الهديه وكله تمام. طبعا كان في اولاد كتير واطفال كتير، والحقيقه شلت في قلبي كتير بس ما اتكلمتش. المهم لمحت ولاد منير ومنيره هناك، ولادهم قد بنت الكبيره كده، نفس المدرسه ونفس السن ونفس الفصل يعني. لقيتهم في وسط الاحتفالات يعني بيحتفلوا بدرجاتهم في المدرسه. فضولي خلاني رميت ودني ومناخيري وعيني وبقي وكل حاجه كانت عندهم عشان اعرف يعني درجاتهم ايه اللي بيحتفلوا بيها. فاتفاجئت فجأة ان درجاتهم اعلى من بنتي بكتير. نفس المدرسين، نفس المدرسه، نفس الفصل، نفس كل حاجه، نفس كله. ايه بقى الفرق ده منين؟ انتوا عارفين اكتر حاجه كانت مضايقاني اكتر منهم كمان، اللي ابنهم اللي عنده 8 شهور، عندهم ابن تاني يعني عنده 8 شهور، نايم جوه ما صحيش مره. 8 ساعات متواصله نايم، 8 ساعات متواصله بينام. لان ابني الصغير اللي هو قده برضه ده بيصحى كل ساعه. في ايه؟ المشكله فين المشكله؟ مهم منير ومنيره قفشوا، واصحاب العيد ميلاد قفشوا وقالوا لي ايه شغل المقارنات ده؟ مقارنات؟ صدمت وزعلت. انا بقارن؟ ما انتوا اللي عيالكم اوفر ريتد. رحت عيد ميلاد تاني، يا حظ الزفت يا حظ المنيل، بتاع ماجد ابن سهيله وماهر. يا ماجد يا حبيبي، ده انت بتاكل الاكل كده عادي زي ما هو، مش مضروب ولا مهروس زي ابن الموكوس. كمان قلع البامبرز قبل السنتين. خيبتي بقت حد واتنين. ماهر وسهيله قفشوا وقالوا لي ايه شغل المقارنات ده؟ اتصدمت وزعلت. مقارنات؟ ما انتوا اللي ابنكم اوفر ريتد. جات لي صدمه كده من الناس، ان الناس بجد بقت صعبه قوي. فدخلت على جروب كده على الفيسبوك وسالته، اسمه اعترافات ومقارنات. دخلت سالتهم وقلت لهم هو انا كده يا جماعه بقارن؟ هل انا اللي انا بعمله ده مقارنه يعني؟ قالوا لي اه طبعا بتقارنوا، ايه شغل المقارنات ده؟ صدمت وزعلت. انا كده بقارن؟ ما عيالهم اوفر ريتد.